واحد السؤال كيطرحوه بزاف ديال المغاربه، وحتى انت ولا انت تقدروا تكونوا منهم، وحتى انا كنت منهم. شنو غيربح المغرب من هاد كاس العالم؟ واشنو غيربح المواطن المغربي من هاد كاس العالم؟ هل المنتخب الوطني كاع وصل للمربع الذهبي؟ شنو غيستافد المغرب واشنو غيستافد المواطن المغربي؟ خليني نقول لك اشنو الاستفاده من هاد الشيء كامل. واش عارف ان المغرب في هاد الفتره اللي دازت في كاس العالم وحاليا كيعيش احسن وافضل اعلان مجاني في العالم وفي التاريخ ديالو؟ واش عارف ان كاس العالم اللي غيربح منه المغرب ماشي ديك الفلوس وديك الهدايا اللي كتقدم الفيفا للمغرب او نفترضوا كاع دينا كاس العالم؟ خليني نقول لك لا 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 صديقي، كثار من داكشي اللي كتوقع. يقدر يكون المغرب رابح اكثر من قطر اللي منظمه كاس العالم. شكون اللي يعرف؟ وغتبان النتيجه ان شاء الله في المستقبل القريب. غتقول لي واه كيفاش؟ وغير صبر غتعرف كلشي في هذا الفيديو. وغير عطيني معك واحد لايك للفيديو ودير لي واحد المتابعه، ما خسرتي عليها والو، ما غتخلص عليها ما والو. واجي معايا نفهموا البلان كاملين. كما كتعرفوا في هذه الفتره الاخيره اللي حقق فيها المغرب انجازات كبيره وتاريخيه في كره القدم، بدايه من التعادل ديالو مع كرواتيا، هزيمه بلجيكا وكندا، وهزيمه السبليون، ثم هزيمه البرتغال. ولولا ظلم التحكيم وتقييد الفيفا لحققنا المزيد من الانجازات التاريخيه. وركزوا معايا في هذه اللحظه بالضبط، الصحافه العالميه والاعلام العالمي مركزين بزاف على المغرب، وبزاف ديال المشاهير العالميين، وماشي اي مشاهير اللي واصلين وعندهم كلمه ديالهم، باركوا المنتخب المغربي الفوز ديالو على البرتغال. الكثير رؤساء سياسيين، فنانين، رياضيين، رجال اعمال، كثير من الشخصيات باركوا المنتخب المغربي، ومنهم رجل الاعمال ايلون ماسك اللي كنظن بزاف ديال الناس كيعرفوه. حتى هو بارك للمنتخب المغربي بالتاهل ديالو للمربع الذهبي. خليني نقول لك ايلون ماسك ماشي اي شخصيه عاديه. ايلون ماسك هو اغنى رجل في العالم حاليا. ايلون ماسك هو صاحب شركه تويتر. ايلون ماسك ولا مشهور في العالم اكثر من الفنانين واكثر من الرياضيين واكثر من اي واحد. ايلون ماسك كيتبع التغريدات ديالو الملايير ديال البشر، ومنهم شركات كبيره وعالميه اللي كتبع التغريدات ديالو وكتبع الحساب ديالو. وماشي غير المليارديرات فقط، بل حتى العلماء وحتى الرياضيين وحتى السياسيين وحتى الرؤساء وبزاف ديال المؤثرين في العالم. وهاد الناس كاملين اللي ذكرت كاين بزاف منهم ما كيعرفوا على المغرب والو، وكاين كاع اللي عمرو ما سمع بالمغرب بتاتا ولا عارفه فين كاينه، وكاين البعض منهم اللي كيعرفوا مجرد بلد افريقي وصافي، وكاين اللي كيعتقد انه غير شي مدينه في شي دوله. فشنو غيوقع مثلا من بعد ما يحط ايلون ماسك تغريده على المنتخب المغربي ولا المغرب او شخصيات اخرى مشهوره؟ اول حاجه غتوقع هو الناس غتبدا تقلب على المغرب، غتدخل لجوجل وغتبحث شنو هو المغرب، فين جا المغرب، فين كاين المغرب. الناس غتولي عندها فضول، كيفاش المغرب كينافس الكبار في العالم، كيفاش المغرب طلع للمربع الذهبي، شنو هو المغرب. غيمشيو لجوجل وغيكتبوا موروكو وغيطلع عليهم بزاف ديال التصاور ديال المغرب وبزاف ديال المقالات وبزاف ديال الفيديوهات. اللي كيعجبو يسافر مثلا غيدخل يقلب على فين غيسافر في المغرب واحسن البلايص السياحيه في المغرب. واكيد المغرب فيه ما يتشاف وفيه ما يدار. عندنا العديد من الاماكن السياحيه اللي واعره صراحه، ورجال الاعمال غيدخلوا ويقلبوا على فرص البيزنس، مشاريع، استثمارات. المخرجين والمنتجين غيدخلوا وغيشوفوا على بلايص فين يديروا فيها افلام ديالهم. كاين بزاف ديال الناس في الاول ما غيعرفوش اشنا هو المغرب. ربما هذا المغرب غير شي مدينه في شي دوله اولا شي دوله في شي قاره، ولكن فاش غيدخل يقلب على المغرب غيلقى راها دوله عندها تاريخ متجذر وقديم وعميق، دوله اللي في عمرها 12 قرن وكتنافس الكبار على كاس العالم في المربع الذهبي، وكتمثل افريقيا والامازيغ والعرب وكل المسلمين. كاين بزاف ديال الناس اللي غيقرروا انهم يسافروا للمغرب، وكاين ناس اخرين اللي غيجيو يديروا حملات اعلانيه في المغرب، وكاين ناس اللي غيجيو يديروا مشاريع عملاقه في المغرب. وخليني نقول لك ان ايلون ماسك والتاثير ديالو في العالم، ايلون ماسك يقدر يتلاعب بالبورصه وكيقدر يتلاعب بالعملات الرقميه المشفره. ولا مثلا نكتب غير شي تغريده على شي عمله معينه، مثلا ان هاد العمله مثلا كذا كذا راه غطلع، كثير من الناس كيدخلوا كيشريو ديك العمله، وهذيك العمله كتطلع القيمه ديالها طلعه صاروخيه. وخليني نقول لك واحد الطريفه من الطرائف ديال هاد ايلون ماسك. واحد النهار كتب واحد التغريده على التويتر ديالو قال ليهم فيها عافاكم شريو العطر ديالي باش نقدر نشري التويتر. والصدمه مباشره من بعد ما تحط العطر ديالو شراوه الناس بواحد الكميه كبيره بزاف، وزادت الثروه ديالو بالملايير. هادشي ديال كاس العالم ما فيش غير كره القدم وصافي، ولكن اللعبه اكبر من لعبه كره القدم. تخيل معايا هاد الصوره اللي كتشوف قدامك، العالم كامل تقريبا شافها وباقي كيشوفها، وكلشي كيتساءل ودارو راسو كيفاش وعلاش واشنو كتعني هذيك الرايه، نجمه خضراء وسط رايه حمراء. بزاف ديال الناس في العالم ما عارفينش اشنو كتعني هاد الرايه، فين جات، اين دوله، اين قاره. واسهل حاجه غيديرها
هو غيدخل لجوجل وغيطابي موروكو وغيلقى تاريخ باكمله، غيطلع عليه المغرب والسياحه وفرص الاستثمار. وهنا خاص كلشي يكون مستعد لهذه الفرصه، مسؤولين وشعب، لانها فرصه اعلانيه مجانيه في العالم. وكنتمنى يكون كلشي مزيان وعلى احسن ما يرام. ولو وصلتي حتى لهنا حصلتك، علاش ما درتيش متابعه؟ يلا ديرها تدوز للفيديو الاخر. وشكرا لكم، والصلاه والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم. شوف معايا هاد الصورة كتوضح نسبة البحث على اسم المغرب في محرك البحث جوجل قبل وبعد كأس العالم. الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني، حقق مكاسب كبيرة، ومستقبلا كلشي غادي يجي يكتشف بلادنا. داكشي علاش خاصنا نهيئوا لهادشي من دابا كشعب، وحتى المسؤولين إن شاء الله يديروا خدمة نقية باش نستافدوا الماكسيموم من هاد الهدية اللي قدمها لنا المنتخب الوطني المغربي. ديما مغرب.